اهلا بيكم في جولة جديدة مع سدرة المنتهى في اسكندرية. النهاردة هنطلع مع بعض كده نصور جولة وفيديو جديد من حديقة الحيوان، وهنعرف مع بعض كل التفاصيل وكل اسعار التذاكر والحيوانات الجديدة اللي جابوها في حديقة الحيوان وكل حاجة عن حديقة الحيوان او فسحة حديقة الحيوان. ما تنسوش بقى تدعموني بالاشتراك في القناة زي ما قلت لحضراتكم، انا بتعب جدا في التصوير. ويلا بينا مع بعض دلوقتي نشوف كل التفاصيل عن حديقة حيوان اسكندرية. احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين في سموحة. هنشوف مع بعض دلوقتي العنوان بالتفصيل. احنا موجودين دلوقتي في سموحة وبالتحديد في عزبة سعد. لو جايين من محطة مصر هنركب سموحة ونقول له نزلنا في عزبة سعد أمام النزهة. ده طريق سموحة اللي جاي من سموحة أو محطة مصر، وده الطريق اللي جاي من المحمودية. برضو هتركب من على المحمودية وتقول له نزلني أمام النزهة، هينزلك بالظبط أمام بوابة النزهة. هنشوف مع بعض دلوقتي الأسعار. أرخص فسحة في اسكندرية هي فسحة حديقة الحيوان. سعر التذكرة بتكون 5 جنيه للفرد، والطفل اللي أقل من 3 سنوات بيدخل مجانا، لكن لو الطفل 3 سنين فما فوق بيدفع تذكرة، والأجانب بيدفعوا 20 جنيه للتذكرة. هندخل مع بعض بقى ونشوف حديقة الحيوان في أجازات نصف العام وكمان أجازات أعياد الشرطة. الدنيا زحمة جدا 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 في حديقة الحيوان في أجازات نصف العام. طبعا دي زي ما بقول في كل فيديوهاتي، دي فسحة تعتبر يعني رخيصة جدا. هتدخل انت واولادك ممكن ب20-25 جنيه وتعمل لكم شوية سندوتشات وشوية شاي كده وتروح تستمتع انت واولادك بأقل سعر في اسكندرية فسحة حديقة الحيوان. طبعا حضراتكم شايفين الاطفال وسعادة الاطفال وهم بياكلوا الحيوانات. طبعا وانت جاي بتجيب شوية جزر، شوية خيار، حاجات من اللي هي الخضرة ديت علشان تدخل. ما حدش يطالبك جوه انه انت تاكل الحيوان وتديله فلوس، لا، انت ممكن تجيب معاك شوية جزر وتصور اولادك وتسعد اولادك باقل التكاليف زي ما بقول لحضراتكم. ده الدب زي ما حضراتكم شايفينه، ده موجود اصلا في الحديقة، بس ده حيوان غريب جدا جدا. لو اي حد يعرف الحيوان ده اسمه ايه، لان انا ما اعرفش، انا اول مرة في حياتي اشوف الحيوان ده حيوان سألت عليه قال له اسمه ابو شوك، بس انا ما اعرفش اسمه ده حقيقي ولا لا، ولا هو اسمه ايه الحقيقي، ما اعرفش. هنشوف مع بعض بقى الزحمة والجو العائلي والأسري اللي موجود في حديقة الحيوان. الدنيا زحمة جدا جدا جدا. حديقة الحيوان يعني أسرة، يعني عائلة، يعني جو جميل جدا جدا جدا. هتستمتع وهتلعب، ومش مش أطفال بس، لا، كبار كمان. فيها ملاهي كبيرة جدا جدا. بإذن الله هيكون لها فيديو قادم، بإذن الله هينزل بكرة على القناة. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك، لايك ما تنساش تحط اللايك وانت بتتفرج معانا على الفيديو. دي بحيرة البجع زي ما قلت لحضراتكم، شكلها تحفة تحفة تحفة. وهنشوف برضو كمان جزيرة البجع، برضو نوع تاني من أنواع البجع. ده السيد قشطة زي ما قلت لحضراتكم. ما شفتهوش، انا صورت كتير جدا في فيديوهات لحديقة الحيوان، انا ما شفتهوش قبل كده، لكن انا رحت النهارده لقيت 3 أو 4 موجودين في حديقة الحيوان. لا، الجو جميل جدا بجد، هتستمتعوا وهتتفسحوا من غير فلوس خالص. طبعا شايفين الزحمة وشايفين كمية الأطفال اللي موجودة في النزهة. ده بقى بيت السباع اللي هو الأسد.
ده بتدخلوا مجانا تبع التذكرة أمه 5 جنيه. ما نسيت اقول لكم بقى مواعيد فتح حديقة الحيوان. حديقة الحيوانات بتفتح من الساعة تقريبا 9 لحد الساعة 4 ما بين العصر والمغرب. ده بقى بيت الأسد والنمر، بتدخل وتتصور وتاخد صور تذكارية انت واولادك. ده النمر زي ما قلت لحضراتكم، ده انا مشفتوش برضو الفيديو اللي فات، لكن انا ده لسه جديد بالنسبة لي، انا لسه شايفاه جديد الفيديو ده وانا بصوره. انا نسيت اقول لكم برضو على حاجة مهمة جدا، وهي ان حديقة الحيوان مجاورة لحديقة أنتونيادس بالظبط. ناس كتيرة بتدخل حديقة الحيوان بتقعد فيها 2-3 مع أطفالها، وبتتفرج على الحيوانات وبتفطر، وبعد كده في بوابة داخلية من حديقة الحيوان لحديقة أنتونيادس بتدخل فيها. وزي ما قلت لحضراتكم سعر تذكرة حديقة أنتونيادس 15 جنيه للفرد. بتدخل طبعا في فيديو كامل عن حديقة أنتونيادس موجودة على القناة اللي حابب يتفرج عليها. من أجمل الحدائق اللي موجودة مش في اسكندرية بس، لا في مصر، ويمكن مش عايزة أقول لكم وبالغ والله العظيم من أجمل الحدائق اللي موجودة في العالم. حاجة تحفة تحفة تحفة. ادخلوا على القناة وشوفوا فيديو حديقة أنتونيادس وبجد هتستمتعوا جدا جدا جدا. دي بحيرة البجع زي ما قلت لحضراتكم. الزحمة كتيرة جدا 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 في حديقة الحيوان زي ما قلت لحضراتكم. طبعا نخلي بالنا من أولادنا جامد جدا. هو في أمان، لا في أمان جامد جدا، يعني ممكن بتقعد والأطفال بيلعبوا قدامك، بس الزحمة كتيرة جدا جدا جدا، فلازم برضو نخلي بالنا من أولادنا. دي بقى جبلية القرود، فيها قرود كتير جدا جدا جدا، نوع من انواع القرود غير النسناس. ودي الملاهي اللي باذن الله هيكون ليها فيديو كبير جدا على القناه باذن الله، هنزله لكم بكره ان شاء الله. تعالوا واستمتعوا انتوا واولادكم باقل التكاليف وباقل الاسعار، وتابعوا قناتي وباذن الله هتلاقوا فيديوهات كتيره جدا جدا عن كل الفسح في اسكندريه وكل الخروجات الجميله وكل المطاعم اللي باقل الاسعار واحلى جوده باذن الله. الفيديو ده يعني لا اللقطه دي بقى النسناس ده بالذات اثر فيا، او نظرته، لا يعني مش عايزه اقول لكم والله بجد انا وقفت جنبه، يعني مش عارفه، سبحان الله سبحان الخالق بجد. بقول لكم ايه، انا هسيبكم بقى كده في اخر الفيديو تستمتعوا كده ببقيه جوله حديقه الحيوان، بس ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه. يلا اشوفكم على خير في جولات كتيره جايه عن اسكندريه الجميله، وشوفوا عايزين فيديوهات ايه عن اسكندريه وباذن الله هنزل اصورها لكم. اشوفكم على خير. اقفل الباب يا سولو. هو السما خلاص اتاكد. استني بس ده لسه حد عايز ياكله؟ بص يا ماما خلاص ماما حطي نفسك على وشك. يلا عندك فرده.